بنتكلم عن أزمة جينية عالمية وحلولها يعني تخليك مش عارف تضحك ولا تستغرب. بالظبط. أول ما قريت المصدر ده حسيت إن إحنا مش في الواقع خالص، القصة خيالية جدا طبعا، بس خلينا نمشي معاها، نتعامل كأنها حقيقة جوه الورق ده ونشوف المنطق بتاعها ماشي إزاي ونحلله. تمام، يبقى نبدأ من الأول خالص. الكارثة الأولى، المصدر بيقول إن العالم صحي في يوم لقى مصيبة، الناس فقدت معظم جيناتها فجأة كده. والسبب إيه بقى؟ قال لك الضغط العصبي. الضغط خلى الجينات تتسرب من الناس لدرجة إن الواحد ما فضلش عنده غير 24 جين بس. 24 جين مرة واحدة كده؟ طبعا ده كلام مش علمي خالص، بس واضح إنه مدخل القصة للأزمة الكبيرة. هو ده أساس المشكلة اللي محتاجة حل فوري وعاجل، وده اللي حصل. يعني أكيد الأمم المتحدة اتدخلت؟ طبعا عملوا اجتماع طارئ، لجنة علمية على أعلى مستوى كما هو متوقع. بس هنا بقى بدأت العبقرية تظهر. إيه اللي حصل؟ التشكيل بتاع اللجنة دي، تخيلي معايا، 4 علماء ومعاهم قطة من جامعة الفيوم. قطة؟ أيوة قطة. و4 علماء تانيين ومعاهم كلب من جامعة كامبريدج، وكمان عالم واحد ومعاه 4 قطط من جامعة نيفادا. لا، ثانية واحدة، قطط وكلاب في اجتماع علمي مصيري زي ده؟ أهو ده اللي المصدر بيقوله. يعني تقريبا الحيوانات كان ليها دور استشاري مهم. والمفاجأة الأكبر بقى في مدة الاجتماع. قعدوا قد إيه؟ أيام؟ 4 دقايق. إيه؟ 4 دقايق عشان يحلوا أزمة الجينات العالمية دي؟ بالظبط. وفي ال4 دقايق دول وصلوا لقرار خطير. قالوا الجينات دي خلاص كده حالتها ميؤوس منها، صعب ترجع لطبيعتها. ليه؟ لأنها بتتسرب جين ورا جين. طب والحل اللي طلعوا بيه في الوقت القياسي ده؟ الحل أغرب من الحاضرين نفسهم. قالوا نحقن الجينات دي ببروتينات قوية جدا، أوكي، وبعدين؟ عشان البروتينات دي تلزقها في جدار المعدة. نعم؟ يلزقوا الجينات في المعدة؟ إزاي يعني؟ معرفش إزاي، بس هو ده الحل العبقري اللي القمة العلمية الحيوانية دي توصلت له. نلزقه في المعدة عشان ما تتسربش تاني. طبعا ده قمة العبث والسخرية، يعني بدل ما يعالجوا سبب التسرب المزعوم ده بيلزقوا الجين في أي حتة وخلاص. والمعدة بالذات مالها ومال الجينات اللي في نواة الخلية أصلا؟ ما هو ده قمة الجنون في القصة. وطبعا الحل ده معجبش الكل. لما البحث ده اتنشر في مجلة الطب الحديث، العدد المسائي عمل قلق جامد. أكيد في علماء عارضوا الفكرة المجنونة دي. بالظبط، خاصة في الهند والسنغال اعترضوا جدا. بس الغريبة بقى، اعتراضهم ما كانش على فكرة اللزق في المعدة نفسها. أمال اعترضوا على إيه؟ اعترضوا على التنفيذ. قالوا ازاي أصلا هنعرف نحقن البروتين جوه الجين الصغير قوي ده؟ ده عايز ميكروسكوب وزوم كبير جدا عشان يتشاف. الحقنة نفسها هتدخل فيه ازاي؟ يا سلام، يعني المشكلة مش في إن الفكرة غلط من أساسها، المشكلة في حجم الإبرة. أيوة، فعشان كده طلع اقتراح تاني عملي أكتر بالنسبة لهم. يعني قالوا بدل الحقن والدوشة دي، طب ما البروتين ده بودرة، نرش البودرة دي على الجين وخلاص. نرش البودرة؟ أسهل وأسرع ومش محتاجة ميكروسكوب بقى ولا وجع دماغ. ده بجد شيء مذهل. النقاش اتحول من هل الحل ده منطقي أصلاً لإزاي ننفذ الحل المستحيل ده بأحسن طريقة. حقن ولا رش؟ ده بيخلي الموضوع عبثي أكتر وأكتر. وفي وسط اللخبطة دي كلها بيظهر لنا بطل القصة بقى، دكتور شوقي. المصدر لقبه الأخصائي. أخصائي إيه بالظبط؟ جينات؟ لا مش محدد، هو أخصائي أي حاجة. والميزة الكبيرة بتاعته إنه الوحيد اللي بيعرف يلقط الجينات. يلقطها؟ يلقطها إزاي يعني؟ زي الكورة؟ محدش عارف، بس هو ده البطل المنتظر. لكن المشكلة كانت بتكبر أسرع من أي حلول. ظهر عرض جديد يخض. اللي هو؟ الناس بدأت تمشي بالجنب، في الشوارع في البيوت، كله ماشي بالعرض زي الكابوريا كده. بجد؟ مشي بالجنب؟ ده نقل الأزمة من كلام نظري لمشهد سوريالي في الشارع. بالظبط. وهنا بقى نيجي للحظة درامية كوميدية مصرية جدا. دكتور شوقي الأخصائي ده، تفتكري كان فين وقت ما الناس بتمشي بالجنب؟ فين؟ في المعمل بيحاول يلقط الجينات؟ لا خالص، كان في خطوبة سمير ابن خالته، قاعد بياكل جاتوه وبيشرب كنز عادي جدا. خطوبة؟ والناس بتمشي بالجنب بره؟ أيوة. وفجأة تليفونه رن، دكتور عوض بيكلمه وصوته مرعوب. يا دكتور شوقي الحقنا، تعال فورا، كان عندك حق. كان عنده حق في إيه؟ دكتور عوض شرح له المصيبة الجديدة. قال له إن الجينات لما نقصت وعملت خلخلة، الموضوع ما بقاش جيناته بس، ده أثر على المخ نفسه. إزاي يعني؟ العقل البشري اتأثر، والجسم بقى بيوفر طاقة،
فالإنسان بقى بيستخدم ربع العقل بس. ربع العقل؟ وفي ناس مخها الأصلي قافل تماما وبقت شغالة بالعقول الاحتياطي، زي الكاوتش العربية الاستبن. عقول احتياطي؟ تخيل جامح قوي، استني لسه الجنون ما خلص. في ناس بقى الموضوع اتطور عندها لدرجة إن مخها اتشال وتحط مكانه وردة. وردة؟ وردة مكان المخ؟ وردة فعلا. والمصدر بيقول عشان كده لما بنقول لحد فتح مخك معايا بنبقى قاصدين الوردة دي، لازم الوردة تفتح عشان يسمع. لا دي حلوة قوي. ربط التعبير الشعبي بالقصة الخيالية دي عبقري. ده بيخلي العبث نفسه قريب ومضحك. والتطور بتاع نقص الجينات للمخ للوردة ده منطقي جوه جنون القصة نفسها. طبعا. دكتور شوقي اتخض لما سمع الكلام ده. المصدر بيقول إنه ساب قطعة الجاتوه والكنز من إيده من هول الصدمة، وقام يجري فورا من الخطوبة عشان يلحق الكارثة. أكيد لازم يتحرك. وهو نازل بقى على السلم شاف منظر وقف الدم في عروقه. العروسة، عروسة سمير ابن خالته، ماشية بالجنب. حتى العروسة؟ الموضوع بينتشر بسرعة، فدكتور شوقي من الخضة قام هو كمان جري بالجنب على السلم. وهو نازل أخد معاه مين بقى في إيده؟ مين؟ دكتور عوض؟ لأ، أخد المأذون. المأذون؟ هياخده يعمل بيه إيه في أزمة جينات؟ المصدر بيقول عشان يمنع الكارثة. إزاي بقى المأذون هيمنع كارثة جينية؟ دي حاجة في علم الغيب. اصطحاب المأذون ده فعلا قمة العشوائية والعبث في الموقف ده. كأن الواحد بيعمل أي حاجة وخلاص من كتر الياس. الرحلة بقى كانت أغرب. دكتور شوقي ركب عربيته ومعاه المأذون وراحوا على معمل تحاليل. أول حاجة عملها إنه عمل تحليل أنيميا للمأذون. أنيميا؟ إيه علاقة الأنيميا بالجينات وبالمشي بالجنب؟ ولا أي علاقة. وبعد ما نتيجة التحليل طلعت شكر المأذون وقال له اتفضل روح. طب خدته معاك ليه أصلا وعملت له تحليل ليه؟ محدش فاهم. قصة أغرب من الخيال فعلا. المهم، دكتور شوقي ساب المأذون وكمل طريقه لوحده لكلية الهندسة عشان يقابل دكتور عوض. قعدوا مع بعض وأكدوا تاني على الخطة الأساسية: حقن البروتينات في الجينات عشان تثبت وما تتسربش، وراجعوا الأضرار اللي بتحصل، المشي بالجنب ده والمخ اللي يا إما شغال بربع طاقته أو بيرد بدون وعي. طب وبعدين؟ احتاجوا يستخدموا الكمبيوتر، فكلموا دكتورة إيناس تيجي تفتح لهم الأوضة. الست جات بمنتهى الهدوء، فتحت الباب ومشت. يعني حتى ما دخلتش تشوف إيه المصيبة اللي بيتكلموا فيها دي؟ لا خالص، دورها انتهى عند فتح الباب. ده المهم، بعد كده قرروا إنهم محتاجين مؤتمر تاني ضروري، بس المرة دي بقى مؤتمر على الواتساب. مؤتمر علمي على الواتساب؟ أيوة. وضم مين بقى؟ 4 علماء ومعزة من جامعة أكسفورد. معزة؟ معزة في مؤتمر واتساب علمي دولي؟ زي ما بقولك كده. وبعد نقاشات بقى وإيموجيز وكده وصلوا لقرار حاسم جدا، اللي هو؟ إنهم لازم يلاقوا حل للمشكلة، وبعدين قفلوا الجروب وكل واحد شاف حاله. ها يعني اتفقوا إنهم لازم يتفقوا بعدين؟ قمة الإنجاز. ده فعلا تجسيد كوميدي للفوضى واللامبالاة في إدارة أزمات. بعد كل الهيصة دي والمؤتمرات العجيبة بدأت الأبحاث الجادة بقى. علماء كتير اشتغلوا بجد برعاية الأمم المتحدة طبعا. والمصدر بيقول بعد شغل كتير جدا وحوالي 300 مؤتمر. 300 مؤتمر؟ أيوة. قدروا يرجعوا عدد الجينات عند الناس ل15,000 جين، ودي كانت خطوة كويسة جدا مقارنة بال24 اللي بدأنا بيهم. يعني قربوا يحلوا المشكلة. لسه شوية. كان فاضل حوالي 5000 جين عشان العدد يرجع طبيعي. ال5000 جين دول طلعوا فين؟ عند دكتور هيرش في هولندا. طب وإيه اللي موقف دكتور هيرش؟ هنا بقى اللمسة المصرية الأصيلة. دكتور هيرش مش هيرجع الجينات دي غير لما يقبض الجمعية بتاعته. يقبض الجمعية؟ هو مستقبل البشرية متوقف على جمعية دكتور هيرش؟ ده بجد؟ أهو ده اللي المصدر بيقوله. موقف كوميدي جدا طبعا. المهم، استنوا 2 كمان، أكيد كان قبض الجمعية فيهم. أكيد طبعا. ورجعوا ال5000 جين الباقيين، وقدروا أخيرا ينفذوا خطة الحقن البروتيني العظيمة دي في كل الجينات عشان يثبتوها. النتيجة إن عقول الناس رجعت تشتغل تاني بكامل طاقتها، بطلوا يمشوا بالجنب ورجعوا يفكروا تاني. بس في نقطة مهمة في الآخر، مش كده؟ طبعا. المصدر أكد إن الحل ده مش للكل. قال إلا اللي حاطط وردة مكان عقله ده هيفضل كده دايما. يعني اللي وصل لمرحلة الوردة دي خلاص ملوش حل. ده بيدي للنهاية السعيدة دي طعم مر شوية، إن في ضرر دائم حصل لبعض الناس. بالظبط. بس في المجمل العالم كله احتفل بالنجاح ده، حتى لو كان ناقص حتة. والحياة رجعت لطبيعتها، أو على الأقل الناس رجعت تمشي لقدام.
وبكده خلصت القصة العجيبة اللي معانا النهاردة، ونسيبكم بقى في الآخر مع السؤال ده، يمكن يكون أغرب من القصة نفسها. لو فعلا العقل ممكن يشتغل بربع طاقته أو بالعقل الاحتياطي أو حتى يتشال ويتحط مكان وردة، يا ترى إيه اللي بيحصل جوانا لما بنحس إننا مش مركزين، تايهين، أو بنعمل حاجات غريبة ومش فاهمين ليه؟ هل ممكن تكون فعلا جينات بتتسرب مننا زي ما القصة بتقول، ولا المخ هو اللي بيقرر يرتاح شوية ويشغل وضع الوردة؟ سؤال محتاج تفكير وتمخيخ، فكروا فيها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قولي في الكومنتات ايه رأيك في حلقة النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف كل الجديد.